اهلا وسهلا. نوره مغربيه كيلقاوها متوفيه في واحد المنزل عشوائي نتيجه تناول ديالها المخدرات. لكن بعض التحقيقات كتقول بان السيده راه تلقات العنف من طرف السيد اللي كانت معاه في الشقه. لكن في هذا الفيديو ان شاء الله غادي نتكلموا على هذا المشكل وعلى هذه الوفاه اللي غامقه والتفاصيل ديالها. هذه الجريمه وقعت في فيرونا، واللي أصبحت هي الرأي العام ناظرا على أن هذه الفتاة فهي قاصرة وعمرها 15 سنة وكتناول مجموعة من المخدرات. لكن الذهاب ديالها إلى المنزل مع الصديق ديالها في واحد الشقة اللي هي عشوائية وشبه أنها غير سكنية كتلقى مجموعة من المخدرات. لكن بعض الأطباء والتحقيقات كتقول أنها تلقات بعض العنف وكذلك بعض القوة من طرف الصديق ديالها اللي هو حتى هو مغربي وعنده 34 سنة وتاجر ديال المخدرات. كما كتعرفوا فهاد الجريمة اهتزت مدينة فيرونا، وبزاف ديال الناس أن بقات فيهم النورة لأنه واحد الإنسان عبر الصور فما كتستاهلش هاد القصة اللي وقعت لها. لكن هي عبرة لمجموعة من الناس هنا في إيطاليا، وخصوصا الجالية لا المغربية ولا الجزائرية ولا التونسية وغير ذلك من الجاليات مقيمة هنا في أوروبا بصفة عامة وإيطاليا بصفة خاصة، أنهم يراقبوا الأبناء ديالهم لا سواء الذكور أو الإناث، لأنهم تيكونوا في واحد السن معرضين للمجموعة من مجموعة من الأشياء اللي كتهلك الحياة ديالهم. هذاك الشيء علاش فكتعرفوا ان هنا في ايطاليا ولا في اوروبا بصفه عامه كيبقاو مع واحد الروتين ديال العمل، ما كيبقاوش حتى يعطوا واحد الاهتمام للابناء ديالهم، ولا تعرفون فين كيمشيو ولا كيفين كيجيو، وبالتالي فكيلقاو الحريه ديالهم، وفي الاخير كيلقاو رسم انهم في واحد المستقبل اللي ضائع وما معروفش ومجهول الهويه. ان العمل فهو رئيسي، لكن الاهتمام بالابناء فراه هو يجب أن يكون ويتوفر كذلك، والمراقبة ديال الأبناء اللي مهمة لأنهم حتى ما يوقعوش في واحد المشاكل. السلام عليكم. في هذا الفيديو كنتمنى نتلاقوا في فيديو آخر إن شاء الله في أخبار أخرى على الجالية المقيمة هنا في أوروبا ولا في إيطاليا بصفة خاصة. إن إليه وإنا إليه راجعون. لا يتقبل عزانا لهذه العائلة نورة وللمغاربة بصفة عامة. السلام عليكم.